علماء النفس اجمعوا ان العقل الباطن او اللاواعي بيوصلك وبيخدمك بالشكل اللي انت عايزه. بمعنى لو انت بتفكر في حاجة سلبية هيوصلك للحاجة السلبية دي بالشكل وبالكيفية اللي انت عايزها، ولو بتفكر في حاجة ايجابية هيوصلك بالشكل الايجابي للحاجة اللي انت عايزها او محتاجها بنفس الطريقة. الغريب بقى ان احنا عايشين في الحالة دي. ايوه بالظبط زي ما بقول لك كده، عايشين تحت الطين ده ومستمتعين وبحالة غير عادية وبشكل لا متناهي، وبعد كده تسمع شكاوي كتير جدا: انا ضعيف، انا عندي خيبة امل، انا ما عنديش امل في الحياة، انا ومش بس كده، لا وكمان يقول لك انا فقدت الامل في الحياة وفقدت ان انا اعيش وبقى عندي اكتئاب، وده لانه عايش في الحالة اللي قلنا عليها من شوية. لكن لو عايز رأيي، انت اقوى من توقعاتك. لو عايز تعرف ليه، تابع الحلقة وما تنساش بقى، لو انت بتشوفني على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير، ولو بتشوفني على يوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. انا سعيد جمال من الاخر. سنة 1957 حصل اكتشاف غير عادي في الصين. الاكتشاف ده عمل ضجة غير عادية في الصين وعمل اهتزازة في عالم وأوساط الصينيين كلهم. عشان تعرف ايه سبب الاكتشاف ده خلينا نرجع شوية بالتاريخ. كان في جيش اسمه البرمود. جيش البرمود ده هدفه انه يسيطر على العالم ويعمل اكبر توسع ممكن في المملكة اللي هم عايزين يحكموها، وكان من ضمن اهدافهم هو السيطرة على المعابد البوذية اللي كانت موجودة في جميع انحاء الصين. وفي جبل من الجبال في معبد موجود وكان اكبر المعابد واشهر المعابد الموجودين في الصين، وكان فيه تماثيل كتير جدا، وكان فيه اكبرهم تمثال لبوذا وكان معمول من الذهب الخالص وكان ضخم جدا. شاف وقتها كبير الكهنة انه لازم يكون في حل معين يقدر من خلاله يخلي التمثال محدش يشوفه ويقدر يحافظ عليه للاجيال اللي جايه، خصوصا ان كبير الكهنة كان عنده يقين ان الجيش لو دخل هيموت كل الكهنة وكل اللي موجودين في المعبد ده. ووقتها قرر انه يغطي التمثال كله بالطين عشان يدخل من المعبد من الجيش ده يفتكر ان التمثال ده معمول من طين فيسيبوه يمشوا. وفعلا حصل ده، دخل الجيش وشاف كل التماثيل وخد التماثيل الصغيره الا التمثال ده، بص له كده وشافوه انه معمول من الطين فسابوه ومشوا. وظل التمثال ده لفتره بعيده من الزمن موجود تحت الطين، كل الناس تعدي وكل الناس تعيش وكل الناس تموت، واللي يتولد واللي يموت واللي يتولد واللي يموت، والتمثال موجود تحت الطين لحد سنه 1957 واللي تم اكتشاف فيها التمثال ده، واللي قرر فيها كبير الكهنة في الوقت ده انه ينقل التمثال الطيني من حتة معينة يدخله جوه المعبد. واثناء عملية النقل الدنيا مطرت وبدأت فيه مية تنزل على التمثال اللي معمول من الطين، فوقتها كبير المعبد قرر انه يرجع التمثال مؤقتا مكانه لغاية الجو ما يهدى، وعشان الطين هيسيح وبالتالي التمثال هيبقى ملوش اي قيمة. وبعد ساعات من نقل التمثال لمكان امن جه قرر كبير المعبد وقتها انه يخش يطمن على التمثال يشوف التمثال سليم ولا لا، وخصوصا ان المطر نزل عليه. وفعلا دخل وكان معاه بطارية عشان يشوف لانه كان الوقت متأخر وكان بالليل، فدخل بنوع من اضاءة ودخل بص كده على التمثال. واثناء تفقده للتمثال وجد ان في انعكاس للضوء، وان الضوء في ضوء وراء الطين ده بيعمل انعكاس، فقال ان الطين ما بيعملش انعكاس فاكيد في سبب معين. ووقتها قرر بمنتهى البساطة انه يجيب آلة حديد ويطرق على التمثال، وفجأة يكتشف الذهب. وخلال ساعة واحدة بالظبط كان وجها لوجه مع التمثال المصنوع من الذهب. احنا بقى زي التمثال ده بالظبط، الفرق بينك وبينه ان الوحيد اللي يقدر يشيل الطين اللي عليك هو انت لوحدك، عشان تقدر تشوف حقيقتك وحقيقة قدراتك ومهاراتك اللي مدفونة جواك واللي كامنة جواك ومستعدة انها تطلع، بس اديها فرصة. شيل الطين ده. هتقولي انا عانيت، انا ما قدرش، انا فشلت، انا ما عنديش اي موهبة، انا دلوقتي ما عنديش اي حاجة ممكن ابكي عليها، انت لو تعرفني مش هتقولي كده. وقتها اقولك عندك حق في كل اللي قلته، بس خليني قبل كل شيء اعرفك على نفسك. ايوه بالظبط انا اللي هعرفك على نفسك. انت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فعشان كده ربنا حط فيك كمية مميزات غير عادية. هقولك على بعض حاجات منها. عارف ان عينيك بتقدر تميز 10 مليون لون؟
عارف برغم التكنولوجيا اللي موجودة في العالم وعلم العدسات والكاميرات اللي موجودة في العالم، إلا إنهم ما قدروش يعملوا 1/10 من اللي موجود في عينك. عارف ده؟ عارف إن عينك بتقفل وتفتح في اليوم 17,000 مرة عشان تحمي عينك من الجفاف؟ لا، ومش بس كده يا سيدي، ده كمان عينك بتقفل عشان وتفتح عشان تعدل سرعة الرؤية بتاعتك، وتعدل المسارات واللقطات اللي بتاخدها لأكتر من زاوية. خد دي كمان والأكتر اندهاشة. انت عارف صنع الكاميرات اللي في العالم والتقدم التكنولوجي في الكاميرات دي، أسرع سرعة شطر لكاميرا بيقدر ياخد 16 صورة في الثانية، في حين ان الكاميرا اكتر وقت ممكن تشغله فيها 5 ساعات، وانت عينك شغال 24 ساعة بتعمل 17,000 مرة، تقدر تميز 10 مليون لون. عارف ده؟ قلبك بيدق في اليوم 100,000 مرة عشان يكون 6000 كرة دم. عارف شبكة الأوعية الدموية بتاعتك لو كلها وصلناها بشكل إناء هتعمل إناء مساحته بس أو قطره بس 60,000 ميل. شفت إعجاز ربنا فيك؟ ولو حطينا كل عضلاتك اللي ربنا اداها لك في جسمك دي في اتجاه واحد وبقوة واحدة كأنها مترابطة، تقدر تشيل 25 طن. تخيل 25 طن. خد دي كمان، لو حطينا وقدرنا نستخلص طاقتك الداخلية اللي جواك نقدر ننور بلد كاملة لمدة أسبوع. دكتور إيريك شولر أستاذ في جامعة واشنطن قدر يكتشف في بحث عمله إن الإنسان بيمتلك 100 بليون خلية عصبية، ولو اتحطت كلها في اتجاه واحد ومع بعض في خط مستقيم تقدر تكون 100 كيلو متر. ولو قررت ان انت تعيد الخلايا العصبية اللي عندك في جسمك لجسم واحد بس، وكل خلية من دي خدت ثانية معاك، يبقى انت محتاج 3171 سنة عشان تخلص عد الخلايا دي. دماغك بيستقبل حوالي 2 بليون معلومة واكتر من 60,000 فكرة في اليوم الواحد، أسرع من سرعة الضوء واللي هي 180 ألف ميل في الثانية. عشان كده لما تيجي تتكلم عن نفسك قول لي إن أنت مستمتع في الطين اللي أنت عايش فيه ومش عايز تتحرك، لكن لما تيجي تتكلم عن قدرتك وإن أنت هتقدر تعمل كتير جدا جدا جدا، لأن أنت في الحقيقة عندك قدرات ومهارات وقدرات ربنا حطها فيك زي ما قلناها من شوية. شوف يا عزيزي، الطاقة البشرية مليانة قدرات غير محدودة، وأنت معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى في الأرض ولحد يوم القيامة. ومن كتر ما هم عمالين يعملوا اكتشافات مش هيقدروا يكتشفوا علم الإنسان كله ولا أسراره. يبتكروا وبيتعاملوا وبيعملوا تكنولوجيا وبيخترعوا، وبرضه كل مرة يكتشفوا ان هم رجعوا لنقطة الصفر، والسبب بسيط جدا، ان هم بيحاولوا يبتكروا في الإنسان نفسه. ففي الآخر اللي بيبتكر الإنسان هو الإنسان، فعشان كده بيرجع لنقطة الصفر تاني ويبدأ يقول أنا ما قدرش أكتشف أي شيء عن الإنسان. فتخيل ان هو الانسان ده هو انت اللي بتقولي انا ما اقدرش. وعشان كده لو امتلكت قوتك الذاتية الخاصة ببناء شخصيتك زي حبك لنفسك والإدراك المعرفي وقوة الغاية وقوة الطاقة وقوة التركيز عندك، ووقتها هتلاقي ان كل الكلام ده بيتناسب مع وقتك ومكانك وقرارك المناسب. هتقولي انا مش عارف ايه اللي بيمنعني من اي شيء ببدأ فيه، مع اني بكون متحمس جدا وبكون عندي قوة غير عادية. شوف يا سيدي، هقول لك، الصينيين عندهم فلسفة عميقة جدا وكبيرة جدا اسمها اليين واليانج، ودي المقصود بيها مثلا كل شيء وعكسه، زي الليل والنهار، الأنثى والذكر، الشر والخير. هتقولي طب ايه علاقة اللي انت بتقول ده باللي انا بقوله؟ هقول لك، الحافز لكل سلوك او تصرف بتقوم بيه هو قوتين، المتعة والألم. فهتلاقي نفسك بتقوم بكل ما بوسعك عشان تتجنب الألم، وهتلاقي برضو نفسك بتعمل كل شيء ممكن عشان تحصل على المتعة اللي انت عايزها، واحيانا بنعمل الاتنين مع بعض. وهقول لك ازاي. خليني اديك مثال. كتير مننا بيكون عنده الرغبة ملحة انه يشتري كتاب معين وانه يحصل عليه، ووقتها بيكون فرحان جدا وسعيد انه امتلك الكتاب ده. ولكن بعد فترة لو جيت سألتك انت عملت ايه في الكتاب، هتلاقي نفسك بتقولي والله انا بدأت ولسه ما خلصتش، او لسه ما فتحتش الكتاب من اصله. المهم ان انت هتلاقي نفسك بتدور على اي مبرر تخلص منه من عدم قراءتك للكتاب او استكمالك ليه، مع ان ممكن يكون الكتاب ممتع جدا. وهنا بقى خليني اقول لك ان انت حسيت بالمتعة كونك حصلت على الكتاب وحققت رغبتك في امتلاكه، ولكن تبدأ تحس بقى بالألم كونك هتقعد وقت طويل باص في الكتاب وتقرأ فيه، او كونك ان انت ممكن تقرأ الكتاب وما تفهمش.
او مثلا ممكن تلاقي حاجه جوه الكتاب تمس عواطفك او تمس احاسيسك او مشاعرك او شيء عندك، فوقتها تحس بشيء جواك من الالم. ومن هنا هتلاقي ان انت ممكن توقف حياتك كلها وتوقف شغفك ناحيه عمل معين او فكره معينه او مشروع معين عشان حبه الم صغيرين واجهوك في حياتك. وعشان كده هتلاقي اغلب الناجحين بيقولك متعه الالم في الرحله، اللي هو بيخليك تعافر وتقاوم ظل الطريق عشان توصل لنهايتها. وعشان كده تلاقيهم بيقولك السر والمتعة في الرحلة مش في نهايتها. وبرضه هتلاقي الناس اللي بتعيش حالتين، حالة الألم وحالة المتعة مع بعض. والناس دي زي المدخنين مثلا، هتلاقيه بيشعر بالمتعة وهو بيدخن، في نفس الوقت انه عارف ان في ألم ممكن يحصل له نتيجة الأمراض اللي ممكن تحصل من التدخين. لكن تبص تلاقيه بمنتهى البساطة يقولك انا ممكن اتحمل ألم المرض وما اتحملش ألم إن أنا أبطل تدخين. الألم والمتعة مش موجودين بس في القراءة أو في التدخين، دول موجودين في كل حياتنا، في كل شيء، في العلاقات، في الشغل، في الصداقة، في الموضوع الأشهر اللي الناس بتحس بيه اللي هو الرجيم. يقول لك أنا عايز أعمل رجيم بس عندي ألم غير عادي، اللي هو إيه؟ اللي هو هفقد متعة الأكل. وكلام كتير من الكلام ده، واللي هتكلم فيه فيديوهات خاصة بالموضوع ده، هتكلم في كل عنصر من العناصر دي. ازاي يكون عندك علاقات كويسة بدون ألم وفي نفس الوقت ازاي تقدر تكون حس بمتعة العلاقة الصحيحة، ازاي تحس في الشغل بعدم الألم وتحس بعلاقة ومتعة في الشغل، ازاي تحس بالصداقة الحقيقية، ازاي تحس حتى لو هتعمل رجيم ازاي تقدر تقاوم فكرة الألم اللي موجود في الرجيم وتحسس نفسك بالقوة والطاقة الإيجابية الغير عادية. وكل واحد من دول هنعملهم في فيديو لوحده. من الآخر انت زي التمثال اللي حكينا عليه من شوية، متغطي بالطين، والطين بالنسبة لك هو أي شيء بيحجب عنك قدراتك ومهاراتك. وعشان تحس بمتعة النجاح استحمل يا سيدي شوية ألم إزالة الطين عشان تكون وجها لوجه مع الذهب اللي جواك، مع الإنسان الناجح اللي فيك، مع القوة الجبارة اللي ممكن تحفز أي حد إنه يحطها قدام عينيه كقدوة في وقت من الأوقات. المهم إن أنت تكون عندك النية وتستحمل القوة، وجنب تحملك للألم للوصول لمتعة النجاح خد خطوات الناجحين، الناس رجال الأعمال والمفكرين والعلماء، خطوات تمشي عليها بصرف النظر عن شخصيتهم، هم حلوين ولا العكس. ودايما افتكر المقولة اللي بتقول إن في داخل ضمير كل واحد منا يعيش عابث صغير متوالي، وفي داخل ضمير كل واحد منهم شيخ كبير ناضج، فليس كل واحد منهم بشيطان أو إبليس، وليس كل واحد منا بنبي أو مسيح، كلنا هذا الإنسان. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.